وبركاته. ابطال اولى وتانية وتالتة ثانوي ركزوا معايا علشان 90% من الطلبة بتغلط في حالات اف، وانت واحد منهم. بس وعد، ده انت هتحترف حالات اف بعد ما تخلص الفيديو القصير اللي قدامك ده. حالات اف مش حالات جرامر ولا حالات حفظ. الاجنبي ذات نفسه اللي دي لغته مش حافظهم، لكن هو عارفهم وفاهمهم فبيستخدمهم بشكل عفوي، وانت هتكون زيه بالظبط. عشان تستخدم يا بطل حالات اف لازم تسأل نفسك سؤال مهم: هل الحاجة دي حقيقية ولا ممكن تحصل، ولا مستحيل ان هي تحصل اصلا، ولا ندم؟ علشان تفهمني اكتر تعالى كده نشوف امثلة بالعربي. لو سخنت المية بتغلي، لو سخنت المية بتغلي، لو سخنت المية ايه اللي بيحصل لها؟ بتغلي. يعني دي حقيقة مفيش حد معترض عليها. لو انت سخنت شوية مية هيغلوا. لو ذاكرت هتنجح، دي حاجة ممكن ان هي تحصل. لو انت ذاكرت ان شاء الله ممكن يعني تنجح، فانت لو ذاكرت هتنجح. لو كنت غني، لو كنت غني كنت هلف العالم. انت كده بتتخيل، قاعد بتتخيل، يا سلام، لو انا كنت غني كنت هلف العالم. لو كان معايا مثلا بس يعني 20 40 50 60 70 مليون فكه كده ولا حاجه كنت هشتري لامبورجيني. فانت قاعد تتخيل وايه وتحلم احلام يعني ملهاش منطق. فانت لو انت كنت غني كنت ايه اللي هيحصل؟ كنت هتلف العالم. يبقى انت كده بتعمل ايه؟ بتعمل خيال. لو انت كنت ذاكرت كنت نجحت، لو كنت ذاكرت كنت نجحت. انت كده بتتندم، لو انا كنت ذاكرت بس كنت نجحت. هو انا ايه الغباء اللي فيها ده؟ ما ذاكرتش ليه؟ فانت قاعد تعمل ندم على الماضي. تعالى كده يا باشا نطلع حالات اف الانجليزيه ونعرف تركيبه كل جمله من اللي قدامك دول. 4 جمل بساط جدا في العربي انت بتستخدمهم على طول بشكل لا واعي. تعالى كده نشوف الاجنبي ازاي يستخدمهم. قبل ما نشوف القواعد الاجنبي بيستخدمها، نفسي اسالك سؤال: هو ايه الكلمه المشتركه بين ال4 جمل؟ والله الكلمه المشتركه الوحيده هي كلمه لو. ولو يعني اف، وعشان اف فانا بتكلم على اف conditions، حالات اف. تعال نترجم اول جمله: لو سخنت الميه هتغلي. اول جمله لو سخنت، ولو يعني اف، لو يعني اف. ولو مين اللي سخن؟ لو انت سخنت فانت يعني يو، اف يو، وسخنت يعني هيت، اف يو هيت، وميه يعني واتر او واتر، اف يو هيت واتر. ايه اللي هيحصل؟ ات ات بويلز، هتغلي. ات بويلز. تعال كده نطلع القاعدة اللي في الجملة دي. اول حاجة اف، اول حاجة اف. يو هيت، هيت كده مضارع بسيط، بويلز مضارع بسيط، وانا استخدمت مضارع بسيط مضارع بسيط علشان الاتنين بيتكلموا معاك على حاجة حقيقية. شرط حدوث الاولى التانية تحدث على طول او تحصل على طول. لو انت سخنت هتغلي، لو انت سخنت المية هتغلي. تمام. تعالى كده نترجم تاني جملة اللي هي لو ذاكرت هتنجح. تعالى كده نترجمها. تعالى يا باشا. لو اف، لو اف ذاكرت يعني if you study، لو انت ذاكرت هتنجح. يو وها دي اللي هي will، you will pass يعني هتنجح. نطلع القاعدة: if مضارع بسيط، will والمصدر، وwill كده كده بتاخد المصدر. ودي كده تاني حاجة. تعالى كده تالت حاجة. تالت جملة كانت ايه؟ تالت جملة: لو كنت غني كنت هلف العالم. والله ده انا بتخيل لو انا كنت غني كنت هلف العالم. لو يعني اف، لو يعني اف. لو انا كنت غني اف اي. واحد هيقول لي كنت يعني was، وكنت يعني وير. was aware بمعنى كانوا او كنت، فاي بتاخد was. اقول له غلط لان انت كده بتتخيل. فانت لو انت تخيلت وقلت I was الاجنبي مش هيفهمك انت بتتخيل ولا بتتكلم بجد. فانت علشان تقول له لا ده انا بتكلم
بتكلم بصيغة الخيال، فانا هستخدم were. فتقول له if I were rich، لو انا كنت غني. if I were rich I would ايه travel the world، سافر العالم. I would travel the world. كنت هلف العالم. if I were ادي كده ماضي would والمصدر، يبقى if ماضي would والمصدر، وده كده الحالة التالتة. تعالى كده للجملة الرابعة ونترجمها. بعد كده ناخد خلاصة الخلاويص في مثال واحد علشان تثبت اللي انت فهمته. لو كنت ذاكرت كنت نجحت، انت كده بتتندم على الماضي. لو كنت ذاكرت لو كنت ذاكرت if I had studied لو كنت ذاكرت I would have passed. لو كنت ذاكرت كنت نجحت. يا ريت كنت ذاكرت، يا ريت. تعالى كده نطلع القاعدة. اول حاجة if، تاني حاجة had، التصريف الثالث would، التصريف الثالث والتصريف الثالث. ودي كده كانت اخر حالة معايا. الخلاصة لو الحاجة اللي قدامك حاجة حقيقية فانت هتستخدم الحالة الاولى. يبقى حقيقة هتستخدم الحالة الاولى. احتمال بس الاحتمال ده ممكن يبقى احتمال حقيقي، فانت هتستخدم الحالة الاولى. الحالة الثانية او الحالة الثالثة لو كانت خيال، لو كنت بتتخيل فانت هتستخدم الحالة الثانية السكند. اخر حاجة الندم اللي هي الحالة الثالثة third. تعالى كده ناخد بقى خلاصة الخلاويص. بتقول لك ايه؟ بتقول لك if I study، لو ذاكرت I will pass. لو ذاكرت لسه قدامي فرصة ان انا انجح في المستقبل. لو ذاكرت دلوقتي قدامي فرصة ان انا انجح في المستقبل. المثال الثاني if I studied ده ماضي. if I studied ايه اللي هيحصل؟ I would pass. مش بذاكر دلوقتي. if I studied I would pass. انا نفسي اذاكر بس انا ما بذاكرش دلوقتي. طب الحالة اللي بعد كده if I had studied، خلاص انت كده بتتكلم على ماضي. if I had studied ايه اللي هيحصل؟ I would have passed. دكتور معلش سؤال واحد. هو انا ليه هنا استخدمت ماضي تام وليه هنا استخدمت ماضي بسيط؟ هنا استخدمت ماضي بسيط علشان انت في المضارع فبتقول ماضي بسيط. ايوه، ما انا في المضارع بستخدم مضارع.
لا، ما هو انت بتتخيل، انت نفسك تعمل الحاجة دي، فعلشان اللي قدامك يفهمك انك ما بتعملهاش فانت بتستخدم صيغة الماضي. لو كنت عملت، او انا نفسي اعمل يعني، تمام. لكن لو الحاجة دي بتتندم عليها في الماضي خلاص، فانت ما ينفعش تستخدم ماضي بسيط، لان اللي انت قلت استخدمت ماضي بسيط فانت عندك احتمالية انك تعدي. اللي هيفهمك يعني هيبقى فاهم انك ممكن تعدي وانك لسه ما امتحنتش. لكن انت عايز تأكد له انك امتحنت خلاص في الماضي والكلام ده كله حصل وحدث في الماضي، فبتستخدم له الماضي التام علشان تأكد له انه خلاص ما عادش ينفع يحصل الكلام ده، وما عادش ينفع انك تنجح. كل التوفيق لكم يا ابطال، شدوا حالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.